السلام عليكم يا جماعة، ان شاء الله تكونوا بخير. النهاردة رجعت لكم بجزء تاني من الأبراج باختصار، وبرج النهاردة هو برج العقرب. برج العقرب اللي هو تاني أكتر برج بتابع قناتي، فشكرا جدا ليكوا يا عقرب. قبل ما أبدأ الفيديو تأكدوا انتوا عاملين لايك وسبسكرايب على قناتي ومفعلين جرس. وخلينا نبدأ بأهم معلومة، وهي إن برج العقرب دايما سمعته سابقة، ومش دايما هو زي ما الناس فاكرة. يعني العقرب القوي الزيادة، المتحكم، المتسلط، الغامض، العقرب مش دايما كده. لو العقرب مش مرتاح مع الشخص اللي هو معاه هيبقى كده. بس العقرب لما بيكون بيحب حد فعلا من اكتر الابراج المضحية، من اكتر الابراج المعطاءة، ونفس الوقت من اكتر الابراج اللي عندها ذكاء عاطفي. ودي حاجة ممكن تصدم ناس كتير، عشان في ناس كتير فاكرة ان هو علشان برج مائي فهو متهور. لا، مش دايما ومش شرط. برج العقرب بيفكر كتير على فكرة، وبيحسب كل حاجة بيعملها، وما عندوش حاجة بتيجي بتهور، على الرغم من انه هو المريخ بيحكمه هو والحمل. فعنده نقطة التهور دي بتطلع امتى؟ في الغضب. عشان العقرب انا بصف غضبه دائما بانه هو بركان، بيفضل ساكت ساكت ساكت، بيعبي بيخزن بيعبي وبينفجر. العكس ابراج كتير تانية بتفضل ان هي تفضي الخزان اول باول. فالعقرب علشان هو بيتصرف بالطريقة دي بتلاقي ان هو ممكن يكون بيعاني من مشاكل كتير صحية، عشان هو بيكبت عامة الحاجات اللي بتضايقه في الحياة. وهتلاقي ان هو عنده زي سرطان النقطة دي، ان هو احيانا بيختار ان هو يكون مضحي في العلاقة او في حياته بشكل عام، ان هو بيضحي بعدين في الاخر بيجي يقول لك طب انا مش عايز اعمل اللي انا بعمل، انا ايه اللي بعمله ده؟ عشان العقرب عنده حضور وعنده حاجة بتميزه عن كل الناس. صعب تلاقي عقرب يعني زيه زي اي حد، او سهل ان انت تنساه. كلهم عندهم زي بصمة كده في الحياة، حاجة بتميزهم عن الباقي. بس زي ما انا قلت في الابراج التانية، يعني في نوعين، العقرب برضو نوعين. عندك عقرب توكسيك جدا، سام لأبعد الحدود. هتلاقي ان هو يعني لم كل الحاجات اللي شافها في حياته الوحشة، كل السموم اللي طلعت من الناس اللي اتعاملت معاه، بيحطوا كل السم ده جواهم، بيبقوا هم حرفيا السم ده. عشان العقرب من الناس اللي لما انت بتأذيها مش زي الأبراج التانية، مش بتستوعب الألم بنفس الطريقة، مش بتفهم على الألم بالطريقة اللي أي حد ممكن يتقبلها أو يفهمها. الألم بالنسبة لهم بيألم روحهم، مش بس جسمهم أو بس تفكيرهم. يعني هما روحهم هي اللي بتتألم، فعشان كده هما بيدفعوا الناس تمن الألم ده، حتى لو كانت بطريقة غير مباشرة بيدفعوا الناس الموضوع ده. يعني صعب تلاقي عقرب يقولك لا خلاص أنا مسامح خلاص. هتلاقي دايما عقرب مستعد إنه يشمت وياخد حقه، عاوز ياخد حقه. وهتلاقي برضو ان العقرب صعب تفهمه بسهولة، صعب تفهم هو عاوز ايه باللحظة دي. صعب ان انسان يكون قادر ان هو يستوعب احتياجاته العاطفية، عشان هو دايما بيبان للناس ان انا قوي، انا مش محتاج حاجة، انا تمام. بس هو من جوه بيكون محتاج حاجات كتير، ومش راضي يقول هي ايه. فعشان العقرب بيحبك لازم دايما تحسسه ان انت عارف هو عاوز ايه، وتكون فعلا فاهمه. ولازم دايما تحسسه ان انت وفي، ومش هتغدر بيه، ومش هتكون زي كل الناس اللي غدرته في حياته. ولازم دايما تساعده، تحسسه ان انا جاي عشان اساعدك واشيل هم عنك وحمل عنك. عشان العقرب من الناس اللي بتشيل هم كتير بسكوت كده مع نفسها، مش بتتكلم كتير. لو عاوز عقرب يكرهك، كون صريح زيادة عن اللزوم معاه. حاول تتحكم بيه، قول له اعمل كده وما تعملش كده، حسس ان هو مش مميز، يعني زيك زي اي حد. لو انت عاوز يكرهك، عشان العقرب دايما عنده الاحساس ان هو مش زي اي حد، وان هو مميز، وهم فعلا مميزين وعندهم حاجات بتميزهم عن غيرهم. بس زي ما قلت لكم في النوعين دول، العقرب السام ده بيوصل لمرحله من الغيره، بيبقى بيغير من الناس اللي حواليه، مش عشان هو انسان سيء. هتلاقي ان هو في حياته كده، هتلاقي ان في تفاصيل كده هو كان مظلوم فيها بجد، والحاجات دي هي اثرت على نموه، على طريقه تفكيره. فهتلاقي ان هو مش قادر ان هو يشوف قيمه نفسه، ويميز ان هو انسان غير كل الناس التانية، مميز عن الناس التانية. فبيبقى عاوز يبقى زي اي حد. وعندك العقرب التاني اللي عارف قيمة نفسه كويس جدا، وعنده ثقة مهولة في نفسه. وعندهم ذكاء على فكرة يا جماعة، العقرب مرعب ذكائهم. عندهم ذكاء مش زي الناس التانية، يفكروا في أي حاجة قبل ما تحصل. عندهم برضو طريقة التفكير اللي هو بيفكروا في كل جوانب القصة. يعني مثلا عندك العذراء بيفكر في التفاصيل، عندك الحمل اللي بيشوف الصورة كاملة، العقرب بيشوف الصورة الكاملة والتفاصيل، وحتى بيشوف الحاجات اللي احنا مش شايفينها. ده غير برضو الروحانية اللي عندهم، الروحانية العالية جدا اللي موجودة عند العقرب، ومن أكتر الأبراج الروحانية. واللي هتلاقي دايما ان هم بتجيلهم زي يعني نقول ازاي انذار كده، قبل ما مثلا يكونوا مع شخص والشخص ده مش كويس، بيجيلهم انذار، ان كان في منام، ان كان في احساس غريب الشخص ده مش كويس ابعد عنه. دي حاجه بجد مميزه عند العقرب. العقرب النوع التاني قلت لكم عليه، ده اللي عنده ثقه بنفسه،
بيستغل الحاجة دي، بيستغل الملكة دي، عشان مش كل الناس عندهم القدرة ان هم يحسوا قبل ما يحصل حاجة او يشعروا بان الانسان ده مش كويس ليهم. وعندهم برضو حكمة جامدة عشان هم بيتعلموا كتير قوي من الحاجات اللي بتحصل في حياة الناس اللي حواليهم وبيمتصوا. العقرب بيمتص طاقة وبيمتص مشاعر وبيمتص حاجات كتير في حياته على فكرة. فما تستهونش ابدا بالحاجات اللي العقرب بيعرفها. بيعرف حاجات كتير، بس العقرب زي العذراء في حتة ان هو بيحب يستخبى. يعني مش بيحب يقول انا اعرف، انا بعمل، انا لا، بيسيب افعاله هي اللي تتكلم. لو انت غلطت بعقرب يعني مع السلامة، ربنا يرحمك. عشان العقرب ما عندوش حوار اللي هو اني انسان غلط فيا فهو انسان طبيعي وما قالش هو غلط، لا، عنده هو غلط، يبقى هو اصلا كان عنده المخطط ده في دماغه، هو اصلا كان عاوز يأذيني، هو اصلا بيكرهني مش بيحبني. عقرب كده بيفكروا زياده بالحاجات اللي بتحصل في حياتهم. they over analyze زي ما بيقولوا بالانجلش، بيحللوا بالزياده ومش دايما بيبقوا صح، عشان مشاعرهم برضو عشان قويه جدا متاثر على الرؤيه ما بتبقاش واضحه. ده غير برضو ان العقرب من الناس اللي لو عرفت تحصل على ولائهم وحسستهم ان انت بجد بتحبهم ممكن يبقوا اي حاجه انت عاوزها عشان بس انت وافي معاهم. ودي حاجه بتظلمه عشان هما بيهملوا نفسهم، بيهملوا ذاتهم وشخصيتهم الاصليه اللي جوه كل ده. معظم العقارب يعرفهم في دور المضحيين واللي بيدوا زي ما قلت عن السرطان. وانت شفت عقرب مش مسؤول عن حد، اديته القدره ان هو يعمل الحاجه اللي هو عاوزها في حياته، هتلاقيه من انجح الناس في الدنيا عشان عندهم مثابره وعناد وقوه. يعني دامجين من كل الابراج، دامجين الذكاء بتاع الجوزاء وحب لفت الانظار بتاع الاسد والطاقه بتاعه الحمل، دامجين الحاجات دي كلها بشخص واحد. فعندك عقرب، بس العقرب ده زي ما بيقولوا سلاح ذو حدين، يا انت تخليه سيف في ايدك يساعدك، يا اما انت تخليه سيف يطعنك. كله في ايدك، قرار بايدك انت. عشان هو زي ما قلت لك زي البركان بالظبط، هيفضل ساكت طول ما انت مش بتحط فيه وبتعبي فيه، هيفضل ساكت. لو عبيت فيه ما تتصدمش لما تلاقيه طفح، لو عبيت فيه وطفح ما تقولش طب هو ليه طفح، ما انت طفحته. فالعقرب باختصار انسان ذكي، انسان لو اتهيأ له المكان الصح، واثق من نفسه وناجح جدا، مثابر مش بيستسلم، عنيد جدا ومش بيثق خالص خالص خالص. بقى كل الابراج اللي قلت عليها مش بتثق كوم، وبرج العقرب كوم تاني تماما. قد ما انت حسيت ان هو واثق فيك، العقرب دايما 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 في طفولته بيمر بحاجه مأساويه، لازم في حياه العقرب يحصل فيه حاجه تخرب كل التوازن بتاعه، كل حاجه طبيعيه في حياته. فعشان كده هتلاقي دايما ان هو لما بيكبر بيكون انسان ما عندوش ثقه في حد قد ما حب الانسان اللي قدامه. بس الثقه عمرها ما بتبقى 100%، ممكن 99 98 97، بس مش 100%. فده كان الفيديو عن العقرب. اكتبوا لي تحت انتوا رايكم ايه، هل انتوا مع او ضد الكلام ده وليه؟ وفي معلومات انتوا عاوزين تضيفوها عن العقرب ممكن تكتبوا لي تحت. وعلى فكره انا عارفه يا جماعه ان في صيت كده ان الراجل العقرب بيخون، مش كلهم، بس خلينا نكون واضحين كل الرجاله بتخون، معظمهم يعني. فده كان الفيديو، حطيت هنا البلاي ليست اللي عملته عن برج العقرب، وزي ما بقول في كل فيديو ان شاء الله اشوفكم على خير. مع السلامه.